لما انا شفت المخطوطة ربطتها بلغة انا شفتها قبل كده، وفي ناس كتير شافوا اللغة دي قبل كده، ناس مختصة بشيء معين، عشان ما نعملش شبهة على نفسنا. صبا مساء خير عليك يا جدع. معلومة سريعة، ما تقارنش البرنامج ده بمعديبو، وخلي بالك احنا لسه بنسخن، وطبعا انا موفر الحرق كله هناك في معديبو. هنا بنخش على طول. فالنهارده هنتكلم عن مخطوطة فونيتش او مخطوطة فوينيتش او مخطوطة نيتش او مخطوطة الشيطان، بس طبعا دي عادية يعني، اقولها لك زي ما بتتقال في الوصفة بالظبط. هو كتاب رسومي غامض، يعني كتاب فيه رسومات بس الكتاب ده غامض محدش فاهم منه حاجة. ونكمل القصة ونقول ان الكتاب ده كمان محدش عارف مين المؤلف بتاعه مجهول الهوية. حتى الأبجدية أو الطريقة اللي مكتوب بيها الكتاب ده أو المخطوطة دي أبجدية مجهولة، واللغة اللي فيه لغة غير مفهومة، والكتابة جواه مكتوبة من الشمال لليمين. ودي بقى واحدة من المخطوطات الغريبة جدا والغامضة جدا، ودي في نفسها. المفروض بقى إن المخطوطة دي اتسمت كده أصلا على اسم بياع كتب بولندي اسمه وولفرد فونيتش، وبيتقال برضه إن هو عالم آثار أصلا وكيميائي. وبقى صاحب المخطوطة دي أو لقى المخطوطة دي سنة 1912، لقى في مكتبة قديمة في إيطاليا. وبما إن جت سيرة إيطاليا يبقى لازم نسميها مخطوطة الشيطان، بس سيبك من الكلام ده. واللي لفت انتباهه فيها إن هي مليانة رسومات غامضة ورموز وأشكال ولغة غير مفهومة، فالموضوع شد انتباهه. واحد عمره ما شاف الأشكال ولا الألوان ولا الكتابة ولا الكلام ده كله اللي فيها، فطبيعي إن هو هتشده. ولما فحص المخطوطة بتقنية اسمها الكربون المشع، ده كان سنة 2009، تبين إن المخطوطة بترجع لأوائل القرن ال15، يعني قبل 600 سنة بحالهم، يعني حوالي 1404 لحد 1438 في الفترة دي. ورغم ان هي بقى لها 600 سنة زي ما بيقولوا يعني، بس محافظة على الوانها، محافظة على طريقة الكتابة بتاعتها، محافظة على الكواليتي بتاعها من اخرها، جودتها عالية مش زي جودة فيديوهاتنا طبعا. غير ان التنسيق جواها وطريقة الكتابة وترتيب المخطوطة بيقول ان اللي عاملها كان بيعرف يقرا ويكتب كويس. والمخطوطة دي عبارة عن 240 صفحة، يعني اكبر من اول رواية ليا، ومتقسمة ل6 اقسام، بس انا روايتي كانت متقسمة اكتر، وما فيهاش اي علامة ترقيم من العلامات اللي احنا عارفينها عموما دلوقتي. القسم الاول من المخطوطة كان مهتم جدا او بيتناقش في النباتات والاعشاب، وده بسبب ان كل صفحة فيها رسمة لنوع من الاعشاب او النباتات، وفي صفحات كان بيبقى فيها نوعين من النباتات او الاعشاب برضو، وكل صفحة فيها كتابة قليلة ورسومات اكتر. يعني القسم الاول بس فيه 113 رسمة للنباتات الغريبة، وكل الرسومات دي لنباتات غير موجودة على كوكب الارض اصلا، لان مفيش اي عالم نباتات قدر يعرف حتى نوع واحد من انواع النباتات المرسومة دي، او حتى يحدد جنس النباتات دي. بس في ناس بتقول ان في كام صورة نباتة كده بتشبه نباتات معروفة شوية. اول واحدة لزهرة التالوت البرية، والتانية لسرخس كزبرة البر. والاعشاب دي اترسمت بوضوح جدا على انها نوع سليم من الرسومات، ما عدا طبعا الاجزاء الناقصة اللي مهما كملت تفاصيلها هتجيب منظر او شكل غير معروف. غير ان في نباتات في القسم الاول ده برضه من الواضح جدا ان هي متصلة ببعض، يعني جذور نوع مرتبطة بجذور نوع تاني ومتصلين بورقة لنبات تاني اصلا، او مع زهرة تالتة او نوع عشب تالت. وفي ناس بتقول ان الاعشاب دي كلها من باطن الارض ومن عالم الجن، بس سيبك من الكلام ده. القسم التاني من المخطوطة قسم الفلك، وفي القسم ده في رسومات كتير لخرائط نجمية، في منها شموس وفي منها اقمار وفي منها نجوم، وبيظهر فيها اشكال من النجوم برضو مش موجودة نهائيا. حتى علماء الفلك ما لقوش زيها قبل كده، وقالوا ان مفيش زيها ظهر قبل كده. والقسم ده بيحتوي على 12 تخطيط مختلف، 12 تخطيط، الابراج 12 نوعا ما ممكن نربطهم ببعض، وهي فعلا على هيئة رموز تقليدية للابراج عموما، يعني نوعا ما دي الحاجة المتشابهة شوية. وفي كمان صور لستات عريانة، وما تروحش تدور على المخطوط عشان خاطر النسوان العريانة، في حاجات تانية دلوقتي احسن. انك تتقي ربنا في نفسك يا قليل الادب، سيبك من النسوان العريانة. وكل ست عريانة من دول ماسكة نجمة ماسكة نجمة، والنجمة دي مربوطة بحبل او حاجة شبيهة للحبل، بس نعتبرها حبل، ومحدش فاهم ايه المقصود بصور النسوان العريانة اللي ماسكة حبل. واللي نوعا ما اجتهدوا وحاولوا ان هم يشرحوا الرسومات، فقالوا ان هي بترجع لشكل المجرات، وما ينفعش ان هي تترسم الا لو اتشافت عن طريق المنظار الكبير اللي بيجيب النجوم. وبيقولوا ان في شوية رسومات تانية بتشبه الخلايا، وبرضه ما بتتشافش غير عن طريق المجهر اللي
ويخش يشوف. فكل الافتراضات دي بتقول ان المخطوطة اتكتبت في العصور الحديثة هتبقى معقولة شوية عن ان يتقال ان هي في العصور الوسطى بسبب التقدم وكده، اللي هو ازاي وصلوا لكل ده، مع العلم ان كل ما بنرجع بنلاقي بلاوي وحاجات بتظهر لنا احنا لسه ما اكتشفناهاش. فاللي هو ايه بقى، ماشية بالعكس ولا ايه؟ القسم الثالث من المخطوطة يا جدع له علاقة بعلم الاحياء، وبرضه في صور نسوان عريانة ما اعرفش ايه النظام، بس في فرق بقى. نسوان هناك كانت ماسكة حبل، النسوان في القسم الثالث بتاع علم الاحياء حوامل وبيخرجوا من انابيب. نسوان الحوامل دول بيخرجوا من انابيب ومتوصلين بانابيب تانية شكلها غريب اصلا، والانابيب دي بيجري فيها سوائل، ويفترض طبعا ان السوائل دي هتكون كيميائيه. والنسوان المرسومه دي في منهم على شكل الاعضاء يا معلم، قله ادب صرف، وفي منهم لابسين تاج. هو شكل اللي كاتب المخطوطه دي نسوانجي وكانت طالبه معاه. بس نكمل. القسم الرابع بقى يا جدع هو عباره عن 6 صفحات بس. ال6 صفحات فيها رسومات عباره عن دواير، بس الدواير شكلها غريب وغامضه ومجهوله، وكل دايره موجود فيها زي ما تقول خريطه مثلا. واتقال ان ده تخطيط ل5 جزر متصلين ببعض ومتصلين بممرات رمليه، وفي رسومات لقلاع حواليها وبراكين. وده يدل عن لو مسكت الخريطه الاوليه وشفت شكل الجزر فيها هتفهم انا قصدي ايه. بعد كده القسم الخامس. القسم الخامس بيوصفوه بكلمه واحده، الصيدلي، وبيقولوا ان القسم ده خاص للعلاج بالاعشاب، وهو عباره عن رسومات كتير لاجزاء من النباتات، في منها جذور وفي منها اوراق، ومن الواضح جدا ان هي بتستخدم لعلاج امراض. والقسم ده ما كانش فيه كلام كتير، الرسومات هي اللي كانت اكتر في القسم ده. وده لو ربطناه بما يقال عنه علم الكتاب او الطب الاولي اللي هو المفروض الطب اللي يبقى موجود، فبرضه شغل دماغك شويه وانت تفهم، لان انا بحاول ان انا ما بطلعش رايي الخاص او اطلع معلومه من عندي الناحيه التانية احطها هنا يبقى انا اللي بشرح او انا اللي بحلل الموضوع. لا، انا سايبك انت اللي تحلل الموضوع، خليني انا في حالي بالله عليك بحلله في قناه معديبو. القسم السادس بقى وده القسم الاخير، ما اعتقد ان هو قسم الوصفات. يبقى كل اللي فات ده كان شرح لمواد مثلا والترتيبات والاساليب، والقسم ده قسم الوصفه بقى، الوصفات بتاعت الاكلات اللي فاتت دي. القسم ده فيه النصوص مكتوبه بس قصيره وغير معروفه، فممكن نقول ان هي المقادير مثلا. ولحد يومنا ده محدش قدر يعرف النصوص الغريبه دي بتقول ايه، بس كل نص منهم متعلم بنجمه شبه الكوره كده. عارف انت لما تعمل كده وتكتب حاجه كانها نقطه لمقادير معينه، هي نفس الفكره. والعلماء المختصين يا جدع في فك الشفرات يعني قالوا ان الكتابات في المخطوطه دي فيها خصائص كتير بتقول ان دي لغه حقيقيه وكامله، وان هي مش مجرد رسومات على الفاضي او استهبال. بس هم ما شافوش لغه زي دي قبل كده نهائي. وفي علماء تانية قالوا ان الكتابات برضو اللي موجوده كتابات حقيقيه 100%، واللي بيدل على ان هي حقيقيه فعلا تكرار الحروف اللي موجود بنمط معين، وده بيحصل في اي لغه وباي طريقه بيتكتب بيها. وكمان مجموعه الحروف اللي بتتكتب بتتكرر فعلا بنمط محدد، ودي اكتر حاجه توصلوا ليها في مخطوطه فونيتش. والخبراء بتقول برضو ان المخطوطه دي اتكتبت من اكتر من شخص، وان الرسومات اللي مرسومه برضو اللي راسمها شخص غير اللي كتب. وطبعا على مر السنين للمخطوطه دي بدات تظهر النظريات. فالنظريه الاولى بتقول ان المخطوطه دي اتكتبت بلغه الشفرات والرموز، وان هي فيها كود معين او شفره معينه عشان تخفي المعلومات اللي موجوده جواها، يعني مش اي حد يقدر يوصل لها، وفي كود معين او رقم سري هو اللي يخليك تقدر تتواصل جوه الكتاب ده وتفهمه. والنظريه الثانيه بتقول ان المخطوطه دي غير حقيقيه اصلا، وان هي اتكتبت بالشكل ده واتعمل عليها الغموض ده عشان تتباع بفلوس كتير. وفي ناس بتقول اصلا ان اللي كتب المخطوطه ده هو فونيتش نفسه بياع البولندي، وده بسبب ان هو عنده خبره في الكتب وهيعرف ازاي يبيعها بفلوس كتير، غير ان هو بيقول ان هم كيميائي وعالم اثار، فسهل عليه جدا ان يعمل كتاب زي كده او مخطوطه غريبه زي دي. النظريه الثالثه بتقول ان المخطوطه دي حقيقيه فعلا، بس محدش هيقدر يعرف اللغه الغريبه اللي فيها، لان علماء القرون الوسطى كانوا بيحاولوا ان هم يصنعوا لغه جديده بحروف ابجديه جديده برضه، بس اللغه دي ما انتشرتش جدا، يعني كانت بينهم وبين بعض فما وصلتش للناس. فالطبيعي ان محدش بدا يستعمل اللغه دي، فمحدش قادر يعرفها. وفي علماء كنديين يقال ان هم قدروا يفكوا الشفره او يفكوا شويه شفرات من الكتاب، وفكوا بعض رموز من المخطوطه دي، وهم اصلا علماء كمبيوتر من جامعه البرتا، وبيقولوا ان المخطوطه دي مكتوبه باللغه العبريه القديمه، ولكنها مكتوبه بطريقه عشوائيه، يعني الكلمات مش مترتبه بالترتيب الصحيح، يعني مهما قريت الجمل مش هتديك جمله مفهومه. وحاولوا يفكوا الشفره بتاعت المخطوطه دي عن طريق الكمبيوتر ببرنامج بيعتمد على احصائيات دقتها بتصل ل 97%، ونفس البرنامج ده هو اللي استعملوه في ترجمه اعلان الامم المتحده العالمي لحقوق الانسان، وترجم الاعلان ل 380 لغه، وفعلا عرفوا يترجموا اول كلمات في المخطوطه كده. والكلمات دي كانت بتقول توصيات الى الكاهن
رجل وانا الشعب، بس الكلمات ما كانتش مفهومه ومش مترتبه، وبيتقال ان هم ترجموا 72 كلمه من قسم النباتات، منها الضوء والهواء والمزارع والنار. وفي البدايه اصلا كانوا مشتبهين ان المخطوطه دي مكتوبه باللغه العربيه، بس بعد البحث والاختبارات الكتير لقوا ان الانسب ليها ان هي تكون باللغه العبريه، اللغه العبريه القديمه. والغريب بقى يا جدع ان اللغه دي ظهرت في فيلم ملك الخواتم، بس ظهرت كانها لغه جن قديمه، ولسه الباحثين بيدوروا على طريقه عشان يفكوا الرموز والحاجات اللي جوه المخطوطه. بيحاولوا بكل الطرق ان يعرفوا ايه المعلومات اللي جوه المخطوطه دي. والمخطوطه تم الاحتفاظ بيها في مكتبه باينكي للكتب والمخطوطات النادره. ومن كتر ما مخطوطه فونيتش جننت العلماء اتقال عليها او اتسمت المخطوطه الاكثر غموضا في العالم، والتي لم يستطيع احد فهم ما تحتويه المخطوطه بالكامل. بس اللي انا مستغربه شيء يا جدع، لما انا شفت المخطوطه ربطتها بلغه انا شفتها قبل كده، وفي ناس كتير شافوا اللغه دي قبل كده، ناس مختصه بشيء معين عشان ما نعملش شبهه على نفسنا. بس لما حاولت، الكلام ده كان 2004 او حاجه زي كده، لما حاولت افكها ما عرفتش. طبعا الصفحات كنت جايبها من على الانترنت، يعني هتقولي من على الانترنت فين بالظبط؟ اقول لك كان في موقع زمان كده عباره عن مربعات، المربعات دي كانها اقسام مثلا، زي ارشيف المنتديات زمان، شبه الحاجه زي كده. فانا بدوس وبدور وبدعبس وحاجات، شفت المخطوطه دي كانت 4 صفح منها، فاكتشفت كده. فرحت حد ده يعني ما يعادل ان هو معلمني حاجات كتير، فلقيته قال لي نوعا ما نفس اللي انا قلته لك، يعني اختصارا للموضوع. انت ايه رايك يا جدع؟ هل مخطوطه فونيتش دي فعلا كانت استهبال من كاتب عشان خاطر شويه فلوس، ولا هي فعلا مكتوبه بلغه معينه؟ اللغه دي معرفش ازاي لسه ما توصلوهاش، بس محدش قدر يتوصل لها لحد دلوقتي، ولا هي فعلا مكتوبه بشكل معين وبشفره معينه لاجل ناس معينه اللي تقدر تفكها. كان في وقتها، وطبعا العالم اتطور يعني واتنسى خلاص الموضوع، او كانت شفره زي شفرات الحروب كده مثلا، يعني شفره بين ناس معينه بحيث ان هم اللي يفهموها بس، وخلاص الزمن عدى فبقت غريبه بالنسبه لنا. انت ايه رايك يا جدع؟ قول لي. وعايزك برضو تقول لي ايه رايك في البرنامج، وايه رايك في الفيديو اللي جاي، لان الفيديو اللي جاي من اعدادي انا احاول اعمل لكم حاجه كده، ما اعرفش هل هتعجبكم ولا لا، لان هي حاجه انا كنت بستعملها بشكل معين من خبرتي انا او من فهمي انا، فانا هبتدي اللي انا احطها صريحه كده في البرنامج هنا مع فرح، وهنشوف هتعجبكم ولا لا، وبعدين نبقى نكمل. فمع الجحيم حبيبي، مع الجحيم بابا، احب اقول لكم الله يبارك لكم، واللي بيسال على البرنامج مع الديبو خليك هناك احسن عشان تعرف كل حاجه، وخليك هنا عشان تعرف كل حاجه. ولسه في برنامج تالت جاي، ولسه في بودكاست شغالين فيه. شفت بقى لما بدات اللي انا اركز مع الانترنت بس او السوشيال ميديا ايه اللي حصل؟ فصباح الفل، خد بوسه، يلا سلام.